شكرا للكابتن كريم حسن شحاتة، شكرا للكابتن علاء نبيل وللكابتن وائل رياض وللكابتن أسامة نبيه في الاستوديو التحليلي. وصلنا للنهاية، نهائي بطولة زد الدولية تحت 17 سنة. نادي القرن الافريقي النادي الاهلي يستضيف فاينورد روتردام الهولندي، لعيبه الصغار، وهنستعد خلاص لحظات لهذا النهائي اللي بينطلق هنا في ارضيه الملعب. النادي الاهلي وفاينورد في نهائي البطوله الدوليه تحت 17 سنه واللي بتنظمها زد. النادي الاهلي عند عمر سيد معوض، يا لعيب، عدى من اول واحده عمر، مر هايل يا عمر، بينيه حلوه جوه المنطقه، هنا الخطوره والتسديده لكن سهله بين احضان اسماعيل. كاول فرصه للنادي الاهلي عن طريق تاحه في اللقطه اللي فاتت، لكن الكوره وصلت سهله. هنا عمر سيد مع محمد طارق، اتسلمت الكوره، موزيس محاوله لعرضيه جوه المنطقه، قلش المره دي فيها الخطوره، فيها الخطوره دييجو رامبوكس، ولكن خبطت. وهنا المحاوله مره ثانيه فاينورد الى ضربه ركنيه على القائم الاول، لكن ابراهيم عادل يطلعها. عمر بيضغط، عمر سيد معوض. بنرحب برضو بالكابتن سيد معوض اللي متواجد النهارده في ارضيه الملعب. انطلاقه اماميه، عمر عدى عمر بيحاول عمر جوه المنطقه، هنا السقوط، وهنا كابتن طارق مجدي بيقول العب، والى ضربه مرمى. معوض فاتح له من على اليمين، عايز يلعب، لعب الكره حلوه عند محمد طارق لكن مأمن عليها كويس الدفاع. الجانب الايسر عرضيه حلوه من محمد فؤاد ولكنها بعيده عن شاكيل فان بيرسي. تاحة يلعب لحسام، حسام عادل، دي فيها خطوره للاهلي، دي فيها خطوره، والتسديده على يمين اسماعيل كا، والى ضربه مرمى. دييجو يلعب الكره في اقصى الطرف الايسر، هنا المحاوله، محمد فؤاد عايز يعدي، محمد فؤاد ومحمد طارق، وصل لنفسه كويس، محمد فؤاد لعرضيه فيها خطوره حلوه من شاكيل فان بيرسي لكنها مرت الى خارج الملعب، والى ضربه مرمى. نجل ابو الارقام فان بيرسي. المحاوله مره ثانيه من جانب يوسف اسلام اللي يلعب الكرة عند عمر سيد معوض، يا لعيب، ولكن لحقها فعلا حسام عادل بيحاول. عمر زكريا وسع لنفسه، عمر نقل في اليمين عند عمر سيد معوض من جديد، عمر سيد معوض بيحاول ان هو يمر، يراوغ ويعدي من زينو شناير، يرجع مرة تانية عند محمد طارق. يا سلام على النقلات في المساحة القصيرة، مرة تانية رجعت عند طارق. يوسف اسلام لكن لسه محافظ عليها تايس كرايفيك، يمرر الكرة، هنا الخطورة والمحاولة شاكيل فان بيرسي بيحاول، فان بيرسي يلعب لمحمد فؤاد في الجانب الايسر، مع الكره محمد فؤاد عايز يلعب بالعرض لكن منطقه الجزاء اتلعبت ضربه ركنيه عاليه جوه منطقه الجزاء، ولكن محمد طارق هايل يا ولد. ربع ساعه نص شوط اللقاء الاول انقضى، وانطلاقه اماميه، نقله في الطرف الايسر، عرضيه مره واحده فيها خطوره ولكن تايس كرايفيك هو اللي بيطلع الكوره. زينو شناير يلعب الكره الاماميه حلوه لمحمد فؤاد، ورايه مرفوعه، تسلل ضربه حره مناسب وبطريقه سهله. يا لعيب على المرور، عدى حسام عادل، بينطلق حسام عادل يغير اللعبه في اقصى الطرف الايمن عند عمر، لو عدى راح عمر يا ولد، عدى عمر في الطرف الايمن، ولكن هنا ضغط من مروان صبار والكرة الى رمي التماس. دي يمر كويس من قدام بيورن اوتي، عدى لعرضية حلوة يلا يا تاحة، يا لعيب تاحة هو اللي يسجل الهدف الاول ويخطفه لمصلحة النادي الاهلي. هدف روعة من تاحة هو اللي يسجل الهدف الاول لصالح النادي الاهلي. تاحة يتقدم بالهدف الاول لمصلحة النادي الاهلي. قبل المباراة بقول لتاحة اي كرة بتجيلك لطش تاحة اهو وتقدم بالهدف الاول. هنا العرضية الجميلة، وهنا تاحة يا ولد من تحت اقدام اسماعيل كا يسجل الهدف الاول للنادي الاهلي. كرة عند محمد فؤاد لكن عابدين يكمل فيها مرة تانية، وهايل محمد طارق في التغطية. عمر لكن اتقطعت من تايس كرايفيك، يلعب البينية لمحمد فؤاد، فيها خطورة الفاينورد، فيها خطورة لبينية، ولكن هنا عابدين ينقذ الموقف. مراوغة ممتازة من فؤاد لعرضية فيها خطورة نزلت، ولكن هايل يا امير يا علاء، لعيب تاحة
هياخدوا لبره ولا لجوه؟ تاحه مع الكره، وسام رينجلينج الى كره عرضيه خبطت المره دي في مروان زينو شناير في الطرف الايمن عند دييجو رامبوكس. دييجو يعدي، دييجو يمر، دييجو فيها خطوره لكن هنا بيأمن عليه كده مازن لمحاوله مره ثانيه على حدود المنطقه. تايس كرايفيك يستلم الكره، يوسع لنفسه ولكن اتقطعت لعمر. يا ولد حلوه قبل توري موزيس لتاحه على يمينه وعلى شماله. تاحه يلعب في اليمين عند ابراهيم عادل. لو غير الملعب فعلا غير الملعب. حلوه يلا يا تاحه. اسماعيل كان المره دي لكن هايل يا تاحه. عمر مع الكره، عمر يوسع لنفسه. عمر ينقل في وسط الملعب من جديد. يوسف مع الكره، يوسف بينيه حلوه قوي عند حسام عادل. حسام عايز يلعب بالعرض، حسام والضغط عليه من سام رينجلينج. يرجع ليوسف اسلام من جديد. البحث عن امير علاء اللي عايز يلعب عرضيه، لكن امير يا ولد يا امير فيها خطوره عرضيه على الايم الثاني لابراهيم عادل يصلحها، ولكن هنا تايس كرايفيك لكره على الارض مره ثانيه. ادي البدايه من دييجو رامبوكس، يلعب الكرة عند محمد فؤاد يلعب العرضية. محمد فؤاد والتعادل عن طريق شاكيل فان بيرسي، هو اللي يسجل التعادل لمصلحة فاينورد روتردام. التعادل عن طريق شاكيل فان بيرسي. الموقرين شوط اللقاء الثاني من مواجهة النادي الأهلي وفاينورد 1-1. الأهلي تقدم عن طريق تاحة. هنا محمد فؤاد يلعب كرة بالعرض، تسديدة مرت على يسار عمر كامل بمحاولة من الظهير الأيمن بيورن أوتي. ابراهيم غير اللعبه عند عمر معوض مع الكوره، عدى مر حافظ على كورته ولكن الكثره بتغلب المهاره يا معوض. مره ثانيه يرجع يستخلص، يضغط من جديد ابراهيم عادل اللي بيحاول لكن مصمم انه يحافظ عليها. سباستيان سويكو يلعب الكوره عند محمد فؤاد في الجانب الايسر. محمد فؤاد يعدي، يمر من وسط اتنين. محمد فؤاد لعيب كبير برضه. محمد فؤاد من مكاسب هذه البطوله. والكوره الى ضربه انطلاقه اماميه لعمر سيد معوض. عدى كويس من اليمين عمر مع الكوره، عدل كورته عمر. يحاول عمر سيد معوض يمر بعرض الملعب. عمر سيد معوض هنا السقوط وصفاره موجوده. خطأ، ضربه حره من نصيب النادي الاهلي عند عمر سيد معوض. وضربه حره اتلعبت عاليه جوه المنطقه، وهنا المره دي مرت من قدام حسام عادل والى ضربه ركنيه. اتلعبت عاليه على القائم الثاني. يطلع اسماعيل كا، هنا الخطوره لكن يبعد كده فرقان اولوتاس. ضغط ابراهيم عادل وخدها، سلم الكوره لهشام حداد اللي يسدد لكنها بعيده والى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. بالعرض يوسع لنفسه محمد فؤاد، يمر من محمد طارق ولكن ياخد منها ضربه ركنيه من نصيب فاينورد. فؤاد جاي يلعب العرضيه، فؤاد يلعب العرضيه العاليه فيها خطوره. شاكيل فان بيرسي ولكن هايل عمر كامل. حلوه من شاكيل فان بيرسي عند حسام مع الكوره. حسام عادل بينطلق، حسام عادل يعدي. هايل يا حسام، خدمته حسام. عايز يلعب بالعرض، عدى وخد منها ضربه ركنيه من امام بيورن اوتي. اتلعبت الكره العاليه والمره دي يطلع يمسكها اسماعيل. فيها خطوره لمصلحه فاينورد. كره جوه المنطقه، محاوله ولكن يطلعها احمد عبدين من قدام عمر كامل، وبتضيع الفرصه على فاينورد. الانطلاقه اماميه. حسام عادل عدى. حسام عادل لعب الكوره، خبطت في قدم تاحه لكن نزلت ليوسف اسلام. خطيره لمصلحه الاهلي. يوسف مع الكره، يوسف ينقل عند حسام عادل. لو عدى هيعمل خطوره لكن هو فعلا عدى وسدد التسديده لكن جت في قدم سام رينجلينج. شوفها تتنفذ ازاي. ركنيه اتلعبت قصيره حلوه. هشام حداد وضربه جزاء للاهلي. هشام حداد استلم الكوره وحاول يعدي، اعاقه لاعب فاينورد وخد منها ضربه جزاء. عمر سيد معوض مرر الكوره اهي، شوف الكوره. وهنا هشام حداد، بص يا ولد، استلم وضرب محمد فؤاد اللي اعاقه، واصبحت الكوره الى ركله جزاء من نصيب النادي الاهلي. بطوله هدفين صعود النهائي في المباراه الماضيه امام بناثينايكوس. عمر واسماعيل، اسماعيل وعمر هيتقدم معوض ولا كا؟ عمر سيد معوض ولا اسماعيل كا؟ وهنا ترقب يا ولد يا عمر يا سيد يا معوض بكل برود يسجل الهدف ويروح بقى لابوه. بيروح لسيد معوض. فين سيد معوض؟ اظهر له يا سيد. لكن ده راح لمين؟ راح يصافح هو سيد معوض، راح لسيد. منور يا عرب،
ومنور يا عمر. 2 الاهلي 1 فاينورد روتردام. وعمر سيد معوض يروح يحتفل مع والده ويسجل الهدف الثاني وهو واقف ورا كابتن سيد معوض، لكن مش مشكله. رمي التماس الى كره عاليه جوه المنطقه فيها خطوره، ولكن المره دي امير علاء هايل ينقذ الموقف ويطلعها الى ركنيه. ضربه ركنيه 48 دقيقة وفاينورد دلوقتي بيضغط، وهنا المحاولة لكن هايل إبراهيم عادل اللي يطلعها. هيبدأ يندفع فاينورد دلوقتي في محاولة الحصول على التعادل، لكن هايل بقى يقطع مرة تانية من قدامنا إبراهيم عادل، يمرر الكرة عند هشام حداد، يا ولد يا هشام، لكن من قدامه بيورن أوتي، وهنا سوتكو، والكرة إلى تماس من نصيب النادي الأهلي. خلاص عند حسام لكن بشكل خاطئ، ترجع مرة تانية من جديد. ضغط من جانب فاينورد، كرة عند تايس كرايفيك، يحاول يعدي لكن معاه حسام عادل يحافظ عليها تايس كرايفيك. وهنا بقى بص التغطيه اللي موجوده الى لمسه اماميه الانطلاقه. هشام حداد يحط الكره عند تاحه، تاحه يسيبها لابراهيم عادل، هايل ابراهيم لعمر، عمر بيحاول واسماعيل كا، عمر كان هيخطفها لكن اسماعيل كا يتدخل بقدمه وينقذ الموقف. ان اكبر من سنها كان في رمسي من استون فيلا، طبعا نجمنا المحترف محمد هيثم مع فيتوريا دي جيمارايش. وهنا محاوله لكره عرضيه فيها خطوره لفاينورد وتسديده لكن تخبط، والمره دي يطلع الدفاع. لسه الخطوره قائمه، هينظفوا منطقه الجزاء الاهلي ولا ايه؟ وبالفعل نجح في التغطيه، ولكن مره ثانيه اتقطعت. اي كره من الاهلي هتتلعب اماميه هتبقى شبه انفراد على مرمى فاينورد. هنا كره بترجع توصل في الجانب الايسر، محاولة ارسال العرضية جوه منطقة الجزاء عند جايسون يزب. جايسون يحافظ عليها لمحاولة من جديد، ادي هنا التمريرة عرضية من مروان صبار لكن تطلع. هنا الخطورة وهنا الابعاد، ومرة تانية تسديدة ولكنها عالية والى ضربة مرمى. وينظف بعديه احمد عبدين. نزلت عند عمر، عمر يسلم الكره الاماميه، حسام عادل، حسام عادل جاله عمر، لعب الكره عند عمر، عمر عدى عمر عدى عمر عدى عمر، يلعب بالعرض يلعب بالعرض، تلاهو. مش معقوله الكره دي يا جماعه، الاهلي بيضيع الثالث حسام عادل لكنها الى ضربه مرمى حلوه. يا لعيب عدى محمد فؤاد، مره محمد فؤاد بعرضيه من فؤاد، يا راجل شاكيل فان بيرسي بيضيع الهدف الثاني بغرابة شديدة والى ضربة مرمى. حسام عدى، حسام عدى، حسام مر من تايس، يا ولد يا حسام يا ولد، لعرضية لكن مين مكمل؟ المرة دي كمل اهو جوه منطقة الجزاء، بيحاول يوسف اسلام، يوسف يلعب العرضية، عايز يلعب لعبد الله طاهر، ايوه كده حافظ عليها. هنا مرة ثانية محاولة ولكن من قدام هشام حداد بيبعد دفاع فاينورد روتردام. شاكيل فان بيرسي، شاكيل يلعب الكرة في اليمين، فرقان اولوتاس، فرقان اولوتاس، فرقان اولوتاس، بيحاول فرقان، بيحاول فرقان، عايز ياخد بنالتي، يلف العرضية العالية وهنا لمسة بالراس، ولكن هايل هايل في التغطية جدا لوحده، عايز يلعب العرضية، لسه الخطورة لمصلحة فاينورد وعرضية، ولكن عابدين هايل على مرتين، حاطط ايديه ورا ظهره، الاولى براسه، يلا يا حسام يلا ممكن الثالث، ممكن الثالث. عمر مع الكرة، عمر هيدي لحسام تاني ولا ايه؟ ادى لحسام فعلا، ادى لحسام، حسام راح، حسام راح، يا راجل يا راجل يا راجل، كان هيبقى الثالث وتخلص، لكن اسماعيل كا. ايه الاثارة دي يا جماعة؟ ايه الاثارة دي يا جماعة؟ ايه الاثارة دي؟ ايه الاثارة دي؟ لكن اتقطعت وردت مرة تانية، ردت مرة تانية. ابراهيم عادل يا ولد راح على اليمين، راح على اليمين، فاضي توأمه وفاضي هشام، لكن ابراهيم بيحاول يلعب لحسام، ادي لهشام ادي لهشام ادي لهشام وسدد، لكنها على يمين المرمى والى ضربة مرمى. جايسون يتسب مع الكرة، جايسون يحاول يمر، جايسون هنا التدخل اللي موجود عليه، وهنا المحاولات مرة تانية باستلام ومراوغة إلى كرة في أقصى الجانب الأيسر، خطيرة لفاينورد، لعرضية عالية، وادي هنا الكرة مش معقول، مرت على يسار عمر كامل وإلى ضربة مرمى برضو شاكيل فان بيرسي. بداية في منطقة وسط الملعب، تايس كرايفيك، خلاص نص دقيقة على النهاية، نص دقيقة على النهاية، انطلاقة من الشمال لعرضية، ولكن المرة دي عابدين هتتلعب خلاص 10 ثواني، اعتقد دي هتبقى الكرة الاخيرة في المباراة، والكل على اعصابه الى كرة عالية فيها ابعاد مرة تانية، تنزل عند محمد فؤاد، بيحاول يعدي محمد فؤاد، يروح على الطرف الايمن، عايز يلعب بالعرض لكن ضيقها عليه امير علاء، لعرضية عالية عالية فيها خطورة، وهنا الابعاد مرة تانية، لسه الخطورة قائمة، وهنا يشيل المرة دي الدفاع، يعني قائد الفريق وصافرة النهاية، الاهلي هو البطل.